مالي وحنا فينا يا السنغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر، مالي وحنا مالي تفرشنا. واش المغرب غادي نحو الاقاله ديال وليد الركراكي كما وقع في الكان ديال الكوت ديفوار في النسخه الماضيه؟ ايه، كما سمعتوا معايا في النسخه الماضيه بزاف منكم غادي يكونوا عرفوا بانه الكوت ديفوار كانت غادي تقصى لولا، تخيلوا معايا، لولا المنتخب المغربي لا تقصاو في دور المجموعات. يعني تخيلوا انه واحد المنتخب كان غادي يخرج ورجع من الموت، وشكون كان سببه؟ المغرب. كان غادي يتقصى من دور المجموعات، وفي الاخر شنو ناضوا داروا الكوت ديفواريين؟ داروا اقاله للمدرب وخلاو المدرب المساعد ديالو باش يكمل، والنهايه من طبيعه الحال كانت نهايه اللي سعيده، بحيث انهم توجوا بالكان اللي تنظم في بلادهم. حتى لهنا الامور مزيان. بزاف ديال الناس كيطرحوا تساؤلات، واش الجامعه الملكيه المغربيه غادي دير اقاله لوليد الركراكي؟ ولكن السؤال المطروح والسؤال اللي غادي يطيح لبزاف ديال الناس في بالهم هو شكون غادي يحطوا في بلاصه وليد الركراكي؟ مثلا درنا اقاله لوليد الركراكي من بعد هذا الماتش الكارثي اللي داروا قدام مالي، درنا ليه اقاله، شكون غادي نخليوه في بلاصتو؟ مثلا واش غادي نخليو بن محمود؟ بن محمود في نظركم مدرب؟ انا بن محمود كنشوفه بانه بحال واحد دري ولا واحد السيد اللي كيدير رعايه ديال الاطفال. يعني بن محمود واش غادي يدير لك شي حاجه؟ بن محمود كونوا متاكدين بانه ما غيدير حتى شي حاجه. ما علينا، نخليو هذا الفاس هذا في جهه. واش الجامعه الملكيه قادره انها دير اقاله لوليد الركراكي؟ خصوصا انه بزاف ديال الناس غادي يكونوا شافوا يعني ردة الفعل ديال القجع من بعد ما هذاك الاداء اللي ما كناش كنتسناوه، وهذاك الاداء يعني ضد منتخب اللي نقدروا نقولوا انه منتخب في القبعه الثانيه، يعني ماشي شي منتخب اللي كبير. يعني ملي كنجيو كندويو على مالي راه واحد المنتخب اللي نقدروا نقولوا بانه من المنتخبات الثانيه يعني في لافريك. ملي كنجيو ندويو على مالي راه ماشي شي منتخب اللي كبير، يعني ماشي بحال المنتخب ديالنا حنا اللي فيه بزاف ديال النجوم راه ماشي، راه ملي كندويو على الفريق اللي عندنا راه ما كندويوش على شي فريق اللي عادي. بالرغم من هذا الشيء هذا كامل ما قدرناش نديروا حتى شي حاجه قدام مالي. ماشي غير هذا الشيء، بل وليد الركراكي في الماضي كنا دائما كننافسوا واحد المنتخبات اللي في القبعه الثالثه. تخيل انك كتجيب واحد المنتخبات بحال جزر القمر، كتجيب منتخبات بحال الكويت ولا ما عرفتش هذاك الشيء، كتجيب منتخبات اللي لا علاقه، باش شنو تجي تقول لنا وليد الركراكي؟ باش تجي تقول لنا باننا حنايا ربحنا 17 مباراه على التوالي، 18 مباراه، 19 مباراه. شنو هي الافاده ديال هذا الشيء هذا؟ شنو ربحنا وليد الركراكي؟ شنو من بعد هذا الشيء هذا؟ شنو هي الاستفاده؟ الاستفاده هي انه درنا مالي دارتنا في الكرش. مالي لعبات بداك الشيء اللي عندها باللاعبين اللي عندها كقيمه وكمدرب. المدرب حتى هو ناض قبل المباراه، خرج وقال بانني انا عارف شنو كندير ونقدروا نربحوا المغرب. داك الشيء اللي خلى وليد الركراكي بانه يستهن بمالي نوعا ما، وراكم شفتوا كيفاش دخل وكيفاش اللاعبين كانوا لاعبين. نقدروا نقولوا ان اللاعبين بعض اللاعبين تقاتلوا، مثلا بحال نائل العناوي، بحال ابراهيم دياز، الا اننا بزاف ديال اللاعبين كنا كنتسناو منهم بزاف ما شفناهمش نهائيا. حتى لهنا هذا الشيء هذا كامل الجماهير عارفاه. وحتى لهنا الا جينا نسولوا اي مغربي حاليا نقولوا ليه وليد الركراكي، غيقول لك الاقاله ديال وليد الركراكي. وحنا بزاف ديال الجماهير خرجوا البارح وخرجوا هذا الصباح هذا وخرجوا اليوم كيقولوا بانهم حنايا ما بقيناش باغيين وليد الركراكي. علاش؟ لان وليد الركراكي ما دار لنا حتى شي حاجه، دائما كيعطينا وعود، دائما ناض في الندوه الصحفيه اللي كتسبق الافتتاح ناض قال لنا انا بغيت الجماهير اللي تنوض تبدا تشجع، ماشي بغيت الجماهير ديال السيلفيات. الجماهير ناضوا كيشجعوا من بدايه المباراه حتى لنهايه المباراه. فينا هو الرباح الله اعلم. حاليا الا جينا نهضروا على الاقاله ديال وليد الركراكي، الاقاله ديال وليد الركراكي كتعني الاقصاء ديالنا من الاخر الاصدقاء، الاقصاء ديالنا من الكوب دافريك اللي منظمه عندنا في بلادنا. وملي كنجيو وكنهضروا على الاقصاء ديال المنتخب المغربي يعني في الدور الثاني، سواء في ثمن النهائي ولا في ربع النهائي، راه كندويو على ان الكان غادي تكون واحد الكان بالرغم من انه الاعلام سوق لها، وبالرغم من ان العالم كامل شهد بانه افضل تنظيم هو هذا اللي عندنا في المغرب. ولكن ثقوا فيا، الا مشات تقصى لا قدر الله المنتخب المغربي، فكونوا متاكدين بانها في بلاصه ما تكون افضل نسخه غادي تولي اسوأ نسخه. علاش؟ لان كتعرفوا بان الجماهير هي اللي كتنجح كل مسابقه، وهذوك الناس اللي كيدخلوا للتيرانات هما اللي كينجحوا المسابقات. فلا شيء غير هذا. خلوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير تحت. شنو بان لكم؟ شنو هو التوقع ديالكم للمباريات اللي جايين؟ واش كتشوفوا باننا على باب اننا نتقصاو
مستحيل اننا نوصلوا للنهائي، ومستحيل اننا نحلموا باننا نهزوا الكوب دافريك. علاش؟ لاننا حتى ليومنا هذا ما عمرنا شفنا واحد المدرب اللي تكتيكي، واحد المدرب اللي كيلعب الكره كما باغينها، بل كينوض وكيقول بانه الجماهير ما كتفهم حتى شي حاجه في الكره. وبالرغم من هذا الشيء هذا كامل، داكشي اللي كيطلب من الجماهير كيطبقوه، سواء من ناحيه ديال التشجيع، سواء باننا نسكشو ونخليوه يدير الاختيارات ديالو. بالرغم من هذا الشيء هذا كامل خدا الحريه ديالو الكامله. واش دار شي حاجه؟ ما دار حتى شي حاجه. اراء ديالكم في لي كومونتير لتحت. ما تنساوش لينا واحد سبسكرايب باش نزيدوا نطلعوا القناه الاصدقاء جداد ونزيدوا نكبروا العائله ديالنا. اهم حاجه خلي لي الراي ديالك في لي كومونتير لتحت، وما تنساش لينا لايك باش الفيديو يوصل للناس اخرين.